لوس أنجلوس الآن تواجه أعنف حريق في تاريخها. الكارثة أجبرت أكثر من 100,000 شخص على ترك منازلهم، فيما تجاوزت الخسائر المادية 50 مليار دولار حتى اللحظة. المدينة في حالة فوضى، حيث يترك السكان سياراتهم ويهربون سيراً على الأقدام. أكثر من 1000 مبنى دمر بالكامل، وأسفرت الحرائق عن وفاة 5 أشخاص حتى الآن. حتى منازل مشاهير هوليوود لم تسلم من ألسنة اللهب، بينما تحاصر الحرائق مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا الذي يدير مهمات فضائية حيوية. تدمير المختبر قد يعني فقدان أجيال من البيانات العلمية الثمينة. 3 عوامل رئيسية أشعلت هذا الكابوس. الأولى، رياح عاتية بسرعة 90 ميلاً في الساعة، الجفاف الشديد غير المسبوق، والحرائق في 5 مواقع مختلفة في وقت واحد. حتى نظام المياه في المدينة فشل في دعم رجال الإطفاء. وفي خطوة يائسة، استعانت السلطات بسجناء لإطفاء الحرائق مقابل $10 يومياً. التساؤل الأكبر الآن، كيف يمكن أن يحدث هذا في يناير شهر الأمطار؟ الإجابة تكمن في كلمتين: التغير المناخي. الجفاف المستمر في جنوب كاليفورنيا حول المنطقة إلى قنبلة موقوتة. السؤال لم يعد هل تحترق لوس أنجلوس مجدداً، بل أصبح متى سيحدث ذلك؟